تجربة الإعلام الخاص والتعددي اللي عملها رئيس الدولة، الناس هذوما قاعدين يجدفوا ويمشيوا ضد توجه الدولة، ضد توجه النخب في تونس، ضد توجه المجتمع المدني، ضد توجه جميع المكونات متاع المجتمع التونسي اللي يطالبوا بحرية الإعلام وبمزيد من الحرية وبمزيد من التعددية وبمزيد من التنويع. لكن هالجماعة هذوما اللي يتخبئوا في التراكن ويبدو يجهضوا في القرارات الرئاسية وفي الإرادة الرئاسية، الأهداف نتاعهم واضحة. الناس هذوما بصراحة نحب نقول لهم راكم ماشيين ضد التيار. سيدي الكريم، لماذا التزمت الصمت طيلة 5 سنوات؟ هذا دليل على انه تشكيك كبير في مصداقيه الكلام نتاعك، وادعوه موجهه الى الصحافه المكتوبه في تونس الى التحري قبل نشر الاخبار الزائفه خشيه ان تطالهم يد العداله، وخاصه قضيه في الادعاء الباطل. لن اقول اليوم واش تقول على قناه حلب؟ اودي ما عندي فيها منظور. واش تقول على برنامج المسامح كريم؟ هذه حسن فكر. واش والله حسن فكره. هذه فكره باعت القناه. يرحموا فؤاد اللي يجيبوا. اعطيني تصديق اخويا خير منها خير. العربي نصرة في ندوة صحفية شنو قال؟ مسامح كريم هي فورما انترناسيونال كونسيبت نتاع كي لا فيغيتي كي كونت. الفورما خذيناها انا وعلاء، 1 دفعنا مئات الملايين باش نشريوه، 3 شرينا الفورما اخرى، 4 بلفطنا شويه باش نردوها الفورما التونسيه. والله شو نقول لك؟ من غير تنهيد على احكي يمكن لا تعليق على هذا. بلفطنا شويه باش نردوا الفورما التونسيه. معناتها على الشابي انت خدمت معناتها مسامح كريم وتعرفها مبلفطه وتعرفها لي كونسيبت معناتها متمشمش منه وصحين تونسي معناتها. طبعا هو غالبيه البرامج التلفزيونيه على هذه الشاكله. شنو هذه الشيك تخدم معناتها شنو هذه الشيك؟ غالبيه البرامج التلفزيونيه ما فيها اللخبطه، يعني في نهايه الامر ما هو المفروض. شوف التلفزه علم صحيح. تبلفيت ولا لخبطه ما فهمتش. التلفزه علم صحيح يا عيش خويا. علم اكزاكت لا مجال فيه للخطا. الافكار معناتها تتشرى، المفروض يودي فما ديفورما في التلفزيون تشري ويتخدموا. ما تراش روحك تعمل في حاجه غلطه؟ كل نعمل في حاجه غلطه ما نخبيش عليك، ما نخبيش عليك. علاش؟ اعترف اعتراف صريح. هذيك علاش قلت لك نحب نغير التجربه نحو الاحتراف الدقيق والاحتراف الصارم القاسي. جو دي بيان الاحتراف القاسي، وقتها يمكن محاسبتي فقط. هذا هو واضح. معناتها بين علي الشابي في المسامح كريم علي الشابي عندي ما نقول لك يعترف انه عليه فما نسخه مبلفته ونسخه باش تكون اصليه. طبعا انا مش نشتغل على النسخه الاصليه. مش شماتة في حنا بعد. لا عبد الرزاق الشابي، برنامجك المسامح كريم بعد 5 سنوات من النجاح واحتلال صدارة الترتيب في نسبة المشاهدة، يخرج عبد شخص بريسك مجهول ما يعرفوش بقدام الناس، ويقول انه الفكرة هذه هي فكرته، وانه باش يقدم قضية ويخرج في الجرايد يقول انه فكرة المسامح كريم بعنوانها بتفاصيلها بمحتواها هي فكرته هو، ويعمل ضجة وفي العوض يتوجه للمحاكم وللقانون، يتوجه للصحافة. برنامج كفكرة يعني هي فكرة تنفذ لأول مرة على ما أظن في التلفزة التونسية وعلى مستوى العربي والإفريقي أيضا، وهذا مكسب وإنجاز للتلفزة بصفة عامة. وبصراحة قناة تأسس، المهم أنها تأسس العقلية جديدة وتكرس عقلية جديدة فيها نوعا ما من الجرأة اللي نحن في حاجة لها واللي نحن ديما يعني حتى من حيث فكرة شكون المسامح. سمير انت تعرف صعب باش نمشي لك انه كل حاجه ناجحه لابد تتبعها حاجات ولابد تكون هناك معناتها مشاكل وراها. هذه ضريبة نجاح المسامح كريم. هذه ضريبة هذا البرنامج التلفزيوني اللي شنو ردك على السيد هذا اللي قال انه المسامح كريم فكرته هو وانه معناه قناه حنا بعل وين كان وهذا سؤال. نحن وصلنا ل 100 حلقه في المسامح كريم، تقريبا نحتفلوا ب 100 حلقه مش شويه. 100 حلقه المسامح كريم لم يتوقف. المسامح كريم يعمل صيف وشتاء كل المواسم نخدم فيها المسامح كريم. يعني هذا البرنامج على امتداد معناتها كان نحسبوا نلقاو 5 سنين. المسامح كريم عمره 4 سنين ولا 5 سنين 6 سنين
علاه ما جيتش من قبل لي؟ عبد الرزاق الشابي يقول اللي المسامح كريم من 2005. انا ببالي 2005 ايوه قالوا لي انا المسامح كريم مانيش نقول لك حاجه مش نعطيك سر لي اول مره لعمري تفرجت لعمري انا ما نعرفوش المسامح كريم. انا خديت المسامح كريم ما عندي حتى فكره عن المسامح. اول حصه قدمتها في المسامح كريم الاركان ما نعرفوش. شكون قال لك 5 سنين؟ هي تخلقت 5 سنين حنا بعد. انا ما نعرفش والله لا نعرف والله لا نعرف. يا علاش تقول فيها؟ علاش تقول فيها على الهواء؟ تا كريديبيليتي يا عبد الرزاق. اسمعني انا لا تشهد بخاص بتاع القناه قال لي 5 سنوات لازمني نلتزم بما يقال اداره القناه لاني نخدم تحت اداره فهمت اسكندر. انا بالنسبه لي انا ما تفرجتش في ايجاد قناه وما نعرفوش حتى مع عليه والله ما عمري ما تفرجت. دخلت لتونس يعني معناه باش نستثمر، جبت الكاراوكي لتونس وناوي يعني باش نعملوا الحصص اللي نحكي لك عليهم. من بعد تعديت دعمت مهرجان الاغنيه الدوره التاسعه في 96 خسرت 300,000 دينار بالسي احمد عاشور يعني معناها مدير المهرجان وسير رضا الخويني كلهم يشهدوا، سير الحبيب اللويزي يعني مدير ديوان وزير الثقافه، وسي صالح البكاري وزير الثقافه كذا صابر الرباعي شارك في المهرجان واللي اول مره فهمتني وخذا الجائزه الثالثه يظهر لي، والتو معتز يعني معناها بالتروفي اللي هو مصنوع من نوندوفسكي اللي عمل لي سدار ولي موليير، لكن تعديت مرور الكرام انا بيدي ما استدعونيش. تعرف سي عبد الرزاق الاعمال اللي قمنا بها احنا والدور الكبير اللي قمنا به في القضايا الاجتماعيه والمشاكل اللي صارت في البلاد اللي ما توصلنا حتى حد وتوصلتوا لها انتم معناها المسامح كريم. معناها كل انسان طاغي في الارض وكل انسان ظالم ولا بد باش تصير له كارثه ولا بد حتى ما يخلص صوت تخلص اولاده. للمهاجر يا سي العربي انا نقترح عليك اقتراح واحد، ايش قولك لو كان نعملوا حصه نتاع المسامح كريم اما تكون اون ديريكت يعيشك فهمتني، والحصه هذه يعني معناها انت تعبر على مقصودك وانا نعبر على مقصودي ونحبك توجهني يعني معناها بكل شجاعه، ما تقعدش يعني وراء البيرو نتاعك وانا نواجهك كما نواجه فيك تو قدام هذه الكاميرا، واذا كان عندك يعني معناها الحق رانا مش تكون يعني معناها قدام التوانسه وقدام الجمهور، اذا كان نجمت حتى يعني معناها تعطيني ريحه والله صح عليك، اما لو كونترير ريسك داريفي، ومرحبا فيك يعني معناها في كل وقت، وانا جو فو ديفي يعني معناها avec tout respect mais je vous défie de rapporter يعني معناها la moindre preuve de vos allégations فهمت، فما برشا كذب راك كذبتوا وراهو برشا يعني معناها حاجات هكا تقالوا على القناه نتاعك فهمتني ضدي، مش معقول الانسان اللي يطلب حقه في البلاد هذه بكل نزاهه فهمتني وما يتعداش يعني معناها بالصراخ وبالحاكم وكذا وكذا تقولوا فيه يعني معناها كلام كيما هذايا، راك نعرفوا بعضنا.